الاول اللي غادي نهضر لكم عليه واللي هو مهم بالنسبه للطفل، واللي بالنسبه لي خصو يتخاد بواحد الكميه بطبيعه الحال اللي هي معقوله، ولكن على المدى البعيد، يعني كل نهار ولا على الاقل نهار نهار لا، بطريقه مباشره ولا غير مباشره، هو زيت الزيتون. زيت الزيتون فيها نسبه مهمه من مضادات الاكسده ومن الفيتامينات اللي تحتاجها الجسم ديال الطفل بالنسبه للنمو البدني والذهني ديالو. مصدر مهم للطاقه، وتنعرفوا ان الوليدات تبارك الله تيتحركوا بزاف وبالتالي فهم محتاجين للطاقه. زيت الزيتون مهمه بالنسبه للمفاصل، مهمه بالنسبه للقلب، مهمه بالنسبه للجهاز المناعي، مهمه بالنسبه للخلايا الدماغيه، مهمه بواحد الشكل اللي هو كبير، وتتساعد كذلك بالنسبه للتركيز. ممكن الطفل انه يغمس فيها ياكلها، او لا صابتوا ليه واحد البيضه ديروا فوق منها زويته بلديه، او لا عطيتوه واحد الزلافه ديال الحسوه ديال البلبوله ديروا فيها زويته بلديه. المهم انها تكون حاضره في الوجبه ديال الافطار. كل نهار غادي نهضروا على واحد الماده غذائيه اللي هي جديده. دونك الماده ديال اليوم هي زيت الزيتون. الله يخليهم لكم ويخليكم ليهم وتبارك الله عليكم.